الوقت اللي الناس بتتناقش فيه هل الاي اي هياخد مكاننا ولا لسه شويه، بيعيش معانا ناس عايشين في العصر الحجري، ودي مش مبالغه. القصه بتبدا لما شاب امريكي اسمه جون الين شاو اتحرك هو ومجموعه شباب سنه 2018 لجزيره اسمها سنتينيل الشماليه موجوده في خليج البنغال عشان يقنعوا اهلها بالدخول في المسيحيه. وصل جون على القارب هو واصحابه ونزل منه لوحده ودخل الجزيره، لكن الغريبه ان جون مرجعش. بعدها اصحابه شافوا اهل الجزيره وهم بيدفنوه على الشط، لكن ايه اللي حصل خلاهم يقتلوه؟ اللي ما كانش جون يعرفه قبل ما يروح ان الجزيره دي بتعتبر واحده من اكتر الجزر عزله في العالم، ودي مش مبالغه لان اهلها حرفيا ما يعرفوش حد ولا بيتواصلوا مع حد، وعايشين حياتهم على الصيد وجمع الثمار كانهم لسه في العصر الحجري. ورغم كل التطور اللي احنا وصلنا له الا اننا ما نعرفش حاجه عن الجزيره دي ولا سكانها غير اشياء بسيطه جدا لاكتر من سبب، منها ان الهند حظرت الاقتراب منها حتى على العلماء والباحثين، وده لانهم لاحظوا ان سكانها عدوانيين جدا لدرجه انهم بيقتلوا اي شخص غريب عنهم يحاول بس يقرب من الجزيره، زي ما حصل مع الشاب الامريكي.